سيد الوزير، أنتم في وضع لا يحسد عليه، تجابهون بطالة يعني مكثفة. ما هو برنامجكم في هذا الإطار؟ صحيح، الوضع صعب، وأنا شخصيا كنت دائما حريص على أنه الخطاب متاعي للمعنيين بالأمر واللي هم العاطلين العمل يكون خطاب واقعي بعيد على الوعود يعني الكبيرة واللي هي غير قابلة، الفضفاضة اللي غير قابلة للتحقيق. صحيح الوضع صعب، عندنا 628 ألف عاطل عن العمل. البطالة في تونس في أغلب الأحيان عندها أسباب هيكلية، يعني معالجتها تتطلب سنوات، لأنها عندها علاقة بالمنظومة التعليمية التربوية في تونس، خاصة فيما يتعلق ببطالة أصحاب شهادة التعليم العالي، واللي رغم أنه البطالة قاعدة نسبة تتضاءل، إلا أنها قاعدة ترتفع بالمقابل في مستوى أصحاب شهادة التعليم العالي. مشكلة متعلقة أيضا بالمنظومة التعليمية متاعنا، لكن هذا ما يعنيش أن قعدنا مكتفين إيدينا. كنت قلت أن الدولة قامت بمجهود كبير في مجال التوظيف والانتداب في الوظيفة العمومية. اليوم اتضح بالكشف أنه السياسة دي والتمشي دي وصل إلى الحدود متاعه القصوى، وما عادش ممكن للدولة في الحقيقة وأنها تنتدب أكثر أو بنفس النسق على الأقل ما اللي كانت تعتمد فيه في السنوات الفارطة، ولازمنا نتركوا أبواب أخرى حتى نخرجوا من الأزمة دي، خاصة بالنسبة إلى أصحاب شهادات التعليم العالي. من بين أجزاء الإجابة اللي حاولنا نبلوروها اليوم ومع الجمعيات كذلك هو تشجيع الشباب خاصة من أصحاب شهادات التعليم العالي على الانتصاب للحساب الخاص وبعث المؤسسات، خاصة وأن التمويلات بالنسبة لأصحاب شهادات التعليم العالي توصل إلى مبالغ كبرى. يعني المسألة تتعلق هي بالمعطى الثقافي لتحريكه صعب أحيانا، ولكن بتضافر الجهود متاع المجتمع المدني بمجهودات الوزارة اللي حاولت تذلل الصعوبات والعراقيل اللي كانت موضوعة أمام الباعثين الشبان للنفاذ إلى مصادر التمويل. نأمل وأنه على الأقل عدد معقول من الشباب من حاملي شهادات التعليم العالي يقتنعوا بالتمشي متاع روح الريادة وبعث المؤسسات وينخرطوا في هذا، والوزارة ستوفر كل سبل النجاح، من مرافقة، من تمويل ذاتي، من تمويل مادي، من دعم، من تكوين، حتى نوفروا أكبر سبل النجاح للباعثين الشبان ذوما في أنهم ينتصبوا الحساب الخاص. لأنه في نجاح التجربة هذه نجاح لتحوير المعطى الثقافي في تونس. لأنه اليوم نحن تربينا كلنا من الصغرى أقرأ على روحك باش تدخل تشد بيرو وتخدم في الدولة. اليوم توضح بالكشف وأنه ثم سبل أخرى للنجاح، ثم دوتر زيماج دو لا ريوسيت اللي يلزمنا نخدموا عليهم، كما أن نبينوا ثم شباب نجح دخل الوظيفة العمومية، نجح في مناظرة، ثم شباب آخر نجح وقت اللي بعث مشروعه الخاص وأصبح رجل أعمال وأصبح ينشط في المجال الاقتصادي وأموره مستقرة وأموره المادية مستقرة. فما عندناش الحق في الفشل في هذا البرنامج. لكن سيد الوزير، ألا ترى أن الوزارة مقصرة نوعا ما في وضع الأولويات من حيث التشغيل بالنسبة للمرحلة القادمة؟ مثلا نعطيني يعني بالنسبة للتشغيل ما هيش من أوكد الأولويات في برنامج الحكومة حسب ما فهمنا معناها في البرامج نتاعها المستقبلية. أنا ما نشطرش الرأي ده. شوف اللي يقول الكلام هذا يرتكز على نقطة واحدة، خاصة الجدل اللي أثاره قانون المالية. خلينا نكونوا واضحين، بما أنه ما عادش ثم انتدابات كبيرة في سنة 2014 إذن ثم استقالة للحكومة من قضية التشغيل، وهذا مش صحيح. لأنه كان جات الحكومة دي لها القدرة على انتداب 628 ألف شخص في الوظيفة العمومية لقامت بذلك. ولكن اليوم تعرفوا جيدا وأنه 59% من ميزانية الدولة ماشية في التأجير، 59%، هي نسبة يعني كبيرة برشا. والدولة ما عادش يمكن لها اليوم، مش ممكن أنها تواصل في هذا النهج. وراه حل مشكلة البطالة في العالم أجمع، مش كان في تونس، ما يجيش عن طريق باب الانتداب في الوظيفة العمومية. لكن الأرقام فقط الحدود، يعني فقط المتوقع، الأرقام الموجودة حاليا في العاطلين عن العمل. شوف خلنا نكونوا واضحين. تو نحن انطلقنا بعيد الثورة من رقم 900 ألف ويزيد من العاطلين عن العمل. بعد 3 سنوات اليوم وصلنا إلى 628 ألف. نسبة البطالة كانت في حدود 19% ولات اليوم 15.7%.
ثم ناس ما تحبش تنظر للنصف الممتلئ من الكأس، تركز كان على رقم الآلاف العديدة. نحن المعطيات هذه الإيجابية كل مش معناتها ان نحن راضيين على الوضع، يبقى الوضع صعب، يبقى العدد ذا متاع ال 628 ألف عدد كبير، وزمنا نتعاملوا معاه وزمنا نلقوا له حلول، ولكن الحل لا يأتي بالضرورة ولن يأتي هو في حقيقة الأمر عبر الانتداب في الوظيفة العمومية. هناك قضية على غاية من الأهمية، هي في الحقيقة وجدت قبل الثورة، وهي مسألة الإحصائيات. معهد الإحصاء والمسؤولون عن الإحصاء في تونس لم يحددوا حاجيات البلاد من حيث التشغيل، معناها يقع التخريج بصفة عشوائية. هذا يرجع يأكد كلامي أنه ثم مشاكل هيكلية اليوم. وقت اللي أنا وزير تشغيل نتعاطى مع 628 ألف اليوم عاطل على العمل، ونعرف أنه في نهاية السنة الجامعية القادمة باش يجيوني 80 ألف شخص على الأقل من حاملي شهادات التعليم العالي يضافون إلى 628 ألف. وقت اللي نعرفوا اللي المنوال الاقتصادي والنشاطات الاقتصادية في تونس نسبة التأطير فيها متدنية إلى أبعد الحدود، وهي نشاطات ما هيش ذات قيمة مضافة عالية، يعني مش محتاجة إلى كفاءات تعليم عالي، محتاجة إلى كفاءات وسيطة وأيادي عاملة غير مختصة. نعرف جيدا وأن حل القضية ذي يمر عبر إصلاح منظومة التعليم العالي وعبر التوجه إلى أنشطة اقتصادية جديدة ذات قيمة مضافة عالية، ونخرج من منوال المناولة ذي السوتريتانس مع الأسواق الأوروبية في قطاعات معناتها لا تحتاج إلى كفاءات عليا ولا تحتاج إلى أصحاب شهادات تعليم عالي. هذا هو الإشكال. الإشكال الذي هل أنه يمكن حله في 6 أشهر، في سنة، في سنتين، في 5 سنوات؟ الأمر صعب. هذا يحتاج إلى عمل في العمق لمدة سنوات طويلة. نحن توا نعالج في المسائل بشكل عاجل، ولكن هذا لا ينفي أنه يلزم للدولة ذي تكون عندها توجهات استراتيجية واضحة في مسألة التشغيل، وتتوجه إلى قطاعات تتطلب نسبة عالية من التأطير وتتطلب كفاءات عالية وهي نشاطات ذات قيمة مضافة عالية. هذا هو المحك الحقيقي باش نخرجوا خاصة من قضية يعني بطالة أصحاب شهادات التعليم العالي. بارك الله فيك.